لو الست فهمت إن الراجل لما بيبقى عنده مشكلة بيبقى محتاج إن هو ياخد جنب ويفكر في مشاكله، حتى لو اهتمامه قل، حتى لو تركيزه قل، إلا إن ده بيبقى حاجة أساسية هو محتاج يعملها. إن الست تحترم حاجة الراجل للانسحاب، وإن هو يدخل كهفه ويفكر في مشاكله حتى لو اهتمامه قل وحتى لو تركيزه قل، وإن هو بيتعامل مع الضغط بالشكل ده. وقتها هي هتبقى مش حاسة إن دي مشكلة، وهتبقى عارفة إن هو بمجرد ما يلاقي حلول لمشاكله هيرجع لطبيعته. نفس الأمر بالنسبة للراجل، لو فهم إن الست بتبقى محتاجة تتكلم علشان تحس إن هي مفهومة، وإن الكلام في حد ذاته بيريحها ويديها نوع من أنواع فهم الأكتر لمشاكلها والفهم الأكتر لمشاعرها، وإن هو اتعلم يسمع حتى لو مفيش ردود وحتى لو مفيش حاجة يقولها، بس إنه يسمع. وقتها الستات مش هتحس إن الرجالة شايفينهم بيتكلموا كتير ومش مفهومين. وقتها هيفهموا إن دي طريقتهم في التعامل مع الضغط، وإن المشاكل مصيرها تتحل وكل واحد يرجع لطبيعته اللي التاني عارفها عليه.